حياكم الله مشاهدينا ومتابعينا الاعزاء، رجعنا لكم في حلقة جديدة من برنامجكم نجوم الدار. الحلقة الثالثة نبدأها في فقرة سؤال الجمهور. نحييكم مجددا مشاهدينا ومتابعينا الاعزاء، وقبل ما نبدأ الحلقة معنا سؤال للمشاهدين وقيمته 10,000. كم عدد عزل مديرية جبن وما هي؟ نبدأ أولى فقراتنا لهذا اليوم. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. اسمك الكريم؟ سعر عبد الله الحسين الفيصلي. معي لك سؤال وتحصل عليه جائزة. تفضل. من هما النبيين الذي ولدوا مرتين؟ عيسى بن مريم. عيسى بن مريم، متأكد؟ نعم. إسحاق عليه السلام. إسحاق عليه السلام. عيسى ويحيى. إجابة خاطئة. حظ وفر. السلام ورحمة الله. اسمك الكريم؟ سند محمد القيد. سند محمد القيد، معي لك سؤال تحصل عليه جائزة. من هم النبيين الذي ولدوا مرتين؟ نبي ماشي. ماشي. محاولة وحظ وفر. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. اسمك الكريم؟ محمد علي محمد العرامي الضاحي. كيف أجواء رمضان؟ حلو والله. وهل أثرت السوشيال ميديا اللي هو الإنترنت على رمضان؟ لا مدري والله ما أنا. أيوة كيف؟ أيوة والله مدور. أيوة معنا لك سؤال وتحصل على جائزة. الأنبياء الذي ولدوا مرتين؟ يونس وإدريس. يونس كيف ما ولد مرتين؟ ما أنا داري أنا. يوم خرج من بطن يوم خرج من بطن الحوت. وإدريس رجع الله روحه من السماء إلى الأرض. الرابعة إجابة صحيحة. تحية أقوى، تحية للعرامي، تحية يا شباب. معانا فقرة موهبة على الماشي. إذا عندك موهبة طلعها للجمهور وتحصل مقابلها جائزة. يعني مو يعني في الشعر ولا أي حاجة. شاعر؟ يعني نجيب شعر. اسمك الكريم؟ عادل محمد البيضاني. عادل محمد الظبياني. اليوم حصلنا موهبة بيضانية، شاعر متمكن، وأول فقرات الشعر في برنامجنا الرمضاني بيكون مع عمي عادل. أنت نجم الحلقة حق اليوم. حياك الله. سمعنا أبياتا من الذي شعرتها. إن شاء الله. بسم الله في أول وتالي. تالي. عظيم الشان رب العالمين. عالمين. سنة في ثرسنة مر التوالي ولا المقلوب في السنينة. سنينة. كتبت الخط من ضيقا بحالي. حالي. ومن ذا الوقت أنا أجر الونينة. زمن كله عجائب وانذهالي وفيه الناس تتغير بحينه. دعيتك يا صمد يا فرد عالي. تعز الحق والباطل تهينه. يرون الحق نورك كالهلالي وكل منهم قمض بعينه. واختم وباجد تسالي عسى يا رب للظالم كنينه. واختمها وباجد تسالي عسى يا رب للظالم كنينه. تحية يا شباب. قصيدة الثانية باقي واحدة يا عم عادل. قصيدة الثانية موجودة إن شاء الله. لا تسألنا ولا نمشي. سبحان من ركب الجاهم وسقى بلادي ودياني. وسقى جباله مع الصحراء وساف البحر مرجاني. ويرزق الطير في عشه ويرزق الانس والجاني. واستغفر الله لا نأثم او كنت في القاف غلطاني. ليش يا الدنيا على ذا قهرتيني. غدرتي اليوم في سالم والصبح باسق ضري فيني. ثمان والاكل ما اكلته والنوم ما عاد شيجاني. وضاق قلبي من الغربه وضايقت ناس العواني. ذا كل ما قلت يا سالم يقول بيجي على شاني. ويوم لحتكم اليوم ولا عاد ريته ولا راني. والموت هو حق ما يفرق لا من عامل ولا باني ولا مهندس ولا كابتن ولا مقدم بالاركاني. قد ما يرحمشي رسول الله محمد خير انساني. ولا احد من اصحابه ابو بكر ولا ابن عفاني. نصيحتي للذي يسمع يوبه لدينه والايماني. والله ما تنفع الدنيا ما لاقتك وصلك فاني. سعيده اليوم ما سالم جزع زمانه وهو هاني. وقضى فروضه في المسجد والحق صدقي وحقاني. يا كم سعفته ورافقته رجال عاقل وفهماني. وبعد يا طارشي توكل ببيات خطي وعلواني. سلمه يد ابو فتحي يدرس كلامي وقيفاني. وقل له الرد مستعجل حتى ولو كان زعلاني.
أنا عنيته وخصيته وبحسبه خير جيراني والفي صلاتي على محمد النس العدناني ذي من لحق سنته يفرح ومن عصا كان خسراني. خسراني. تحية يا شباب. وهذه الجائزة الرمزية مقدمة من صندوق نعوة. يستاهل. يا عم عادل، ما الفرق بين تأثير رمضان أيام أول وأيامنا؟ وهل السوشيال ميديا اللي هو التكنولوجيا والإنترنت أثر على رمضان؟ نعم أثر بشكل كبير. الفرق الأول كان يعني رمضان يعني تمام، يعني لو الآن ما شاء الله تطور زيادة على اللزوم. خلك يا عم عادل، ولقاء سعيد. مشاهدينا متابعينا الأعزاء خلوكم معنا. اسمك الكريم؟ مي بسام صالح عبد الله. معانا لك سؤال. تفضل. وتحصل على جائزة. تفضل. كم قلوب يملك الأخطبوط؟ كم قلوب يمتلك الأخطبوط؟ 50. 3. اسمك الكريم؟ أيمن أمين عبد الله يحيى. أيمن أمين عبد الله يحيى. كم قلوب يمتلك الأخطبوط؟ 3. 3 قلوب. وإجابة صحيحة. تحية يا شباب، أقوى تحية يا شباب، أقوى تحية. خلوكم معنا مشاهدينا ومتابعينا الأعزاء. حصلنا على إجابة صحيحة لكم يمتلك الأخطبوط من قلوب. اسمك الكريم؟ أيمن أمين عبد الله يحيى. أيمن أمين، مبروك عليك الجائزة. الله يبارك فيك. مبروك لك مبروك. ما الفرق بين رمضان أيام زمان واليوم؟ أيام زمان كانت الدنيا تمام ونعمة، أيام كان فيها الرخاء، كان فيها الناس طيبين، كان فيها الناس مرتاحين متعايشين. اليوم ضيقت الأنفس، ضيقت المعيشة، ضعفت مع الناس. نسأل الله الخراج. اسمك العزيز؟ خالد علي موسى. يا أستاذ خالد، رسالة توجهها للمشاهدين. نوجه للمشاهدين في وش والله. وش توجه لهم؟ نوجه لهم الله يصلحهم ويهديهم، ويتقبل الله منهم صالح الأعمال. نصل للختام مشاهدينا ومتابعينا الأعزاء، فخلوكم معنا.